عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك وتحطوا لي كومنتات حلوة كده زيكم. النهارده يا جماعة الفيديو حماسي جدا جدا وتحفيزي ومشجع، وبجد يعني ان شاء الله بإذن الله تستفادوا منه. بصوا يا جماعة، انا كهبة يعني مش بغير ابدا ابدا من حد اقول لحد عنده ايه وما عندوش ايه، ولا حد عامل ايه ومين ما عملش ايه، ولا الكلام ده نهائي. بس حاجة واحدة بس هي اللي فعلا بغير منها. هي ايه بقى؟ الحاجة اللي هبة بتغير منها لو حد عملها وهي مثلا ما عملتهاش او كده، حتى لو هو عاملها يعني بطريقة كبيرة، اللي انا هقدر عليه هعمله. طيب، الحاجة دي اللي هي الخير. لما مثلا حد يعمل خير وانا يعني لو حتى اقدر اعمل حاجة بسيطة جدا منها وما عملتهاش، بزعل جدا واتضايق جدا. بغير من واحدة مثلا بتصلي قيام ليل، بتقرأ قرآن، بتصلي. فعلا الحاجات دي اللي هبة بتغير منها جدا جدا لما تلاقي حد عملها وهي مثلا ما بتعملهاش. بس لكن اي حاجه بقى تانية ولا يهمني ولا في دماغي اصلا، وعمري في حياتي ما بصيت لحد في حاجه يعني عنده ولا الكلام ده ايه خالص. المهم بقى النهارده يا جماعه الفيديو بتاعي انا من قبل رمضان، وانا نفسي جدا جدا ان انا اعمل شنط رمضان. تمام، بس انا مش في امكانياتي، يعني مش في امكانياتي ان انا اعمل الشنط دي. ف يعني الموضوع يعني بصراحة كان شاغلني جدا وفي دماغي وعايزة اعمله. المهم عايزة اقول لكم ان ايه، ان شفت فيديو، تمام، حد عمل شنط رمضان بس على امكانياته هو. فانا بصراحة الموضوع عجبني جدا جدا ودخل بقى دماغي، لو هو خلاص بقى عايش كده ولا شعشع في دماغي ان ايه، ان عادي الواحد مش مشكلة، الواحد مهما عمل حاجة صغيرة فعند ربنا حاجة كبيرة جدا جدا جدا. تمام، يعني مش بكترة الحاجة ولا فشخرة وكده. وعايزة اقول لكم لما عملت الفيديو ده فانا عاملاه مش رياء والله العظيم ابدا، لا انا عاملاه يعني ان الناس تتشجع، وزي ما انا استفدت من حد فاكون يعني يا رب سبب ان حد يعمل حاجة زي كده. تمام. طبعا هي حاجة بسيطة جدا. انا عملت 3 شنط بس، يعني هم 3 شنط اللي ايه عملتهم، هم دول امكانيات. يعني لو كان حتى شنطتين او شنطة والله العظيم انا كنت هبقى مبسوطة جدا وراضية. تمام. وزي ما قلت لكم ان انا شفت الفكرة مع حد وانا عملت زيها، وانا بتمنى كده يا جماعة والله العظيم ان انتوا برضو لما تشوفوا الفيديو وتعملوا الفكرة دي. اقل حاجة وابسط حاجة والله العظيم عند ربنا حاجة كبيرة جدا. فمش هرغي بقى كتير، وتعالوا نشوف ايه انا جبت ايه لشنط رمضان. زي ما قلت لكم 3 شنط بس، ايه كلهم زي بعض. ما فيش حاجة كانت اكتر من حاجة او حاجة ايه اقل من حاجة ولا حاجة، هم ال3 زي بعض والحمد لله. يعني كان الله بالسر عليم يعني. فيلا بينا نشوف الشنط اللي انا جبتها. دول الشنط. تمام، اهي 2، ودي التالتة. تمام. ثواني انزلهم كده بقى في الارض عشان ايه اقدر اوريكم مكون الشنطة او مكونات الشنطة. بصوا، بلح اللي هو التمر، تمام، وكيس صلصة، وكيس سكر، وازازة زيت، وكيس فاصوليا، وكيس لوبيا، وكيس رز، تمام، وبكوي شاي الصغنطط ده، تمام، وعدس، وكمان كيس شعرية، وكيس ملح، واخر حاجة كيس مكرونة اللي هو الكيلو. تمام، هي دي مكونات
الشنطة. تمام، هي دي مكونات الشنطة كلها. طبعا ان شاء الله هتروح لصاحب نصيبها. هي في 2 هيروحوا للناس معينة، والتالتة بقى الله اعلم هتروح لمين. اوريكم برضو الشنطة التانية اهي، نفس الكلام يا جماعة اهو. بصوا نفس الكلام. الصلصة انا مش عايزة افتح بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو قوي. ماشي، الصلصة والبلح اهو وكل حاجة. بصوا كل حاجة هنا هي اللي هنا. طبعا ايه شايفينها، الشعرية، السكر، العدس اهو، البقوليات، كل حاجة اهو، الرز، كل حاجة، المكرونة اهي من تحت نفس الكلام. تمام، عشان محدش يقول لي ايه ما وريتناش الشنط كلها ليه، ممكن تكون مش زي بعض. فاهي زي ما انتم ما شايفين اهي برضه كيس الصلصه اهو، المكرونه، الزيت. فيا رب يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل حد بيعمل خير. وزي ما قلت لكم يا جماعه، ممكن شنطه زي دي او اقل من دي، يعني كل واحد وامكانياته. والله العظيم لو فيها عارفين ارباع حاجات كده، ربع ربع ربع، هتفرق جدا والله العظيم معاكم. فان شاء الله اللي يقدر يعمل حاجه يا جماعه بالله عليكم يعملها. زي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو ان ده مش رياء، لا دي حاجه تشجيعيه، بشجعكم في حاجه انا استفدت من حد منها فنفذتها، وكمان عملتها علشان لعل وعسى حد تاني اخد انا حسنات علشان مثلا عمل حاجه زي كده. ويلا بينا بقى نعمل صينيه كنافه بالكريمه، هتاكلوا صوابعكم وراها. انا اللي هاكل صوابع، انا وماما وعمتي بقى، وكلنا بقى اللي هنا هناكل منها، هناكل صوابعنا وراها. فيلا بينا نعمل بقلبي دوت نص كيلو كنافه. تمام، فهجهزه دلوقتي معاكم. هحط الاول ايه يعني، بصوا مش عارفه هما بيقولوها ازاي، اللي هو ايه يعني افرفطها كده من بعضها. حلوه افرفطها، انا مش عارفه يعني ايه، بس ما علينا. بصوا هعملها كده في الطبق ده، واجهزها بقى ايه عشان احطها في الصينيه زي ما انتوا ما شايفين كده. بصوا الصينيه اللي انا هعمل فيها، بصوا هي الصينيه دي. هتقولوا لي الصينيه كبيره على النص كيلو شويه، اقول لكم ان احنا بنحبها اللي هي تبقى رقيقه مش سميكه، بتبقى طعمها احلى واطعم. وعايزه بقى اقول لكم بقى مش هعملها بمكسرات ولا حاجه، لا انا هعملها بالكريمه. بتبقى حلوه قوي 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 وانا بحبها بصراحه. حتى قلت لماما انا مش هعملها كده عشان انتي يعني مش بتحبي الكريمه. قالت لي لا اعمليها وهاكلها. فهجرب بقى اشوفها هترضى تاكلها ولا لا. بس هخلصها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش. خلصت خلاص الكميه كلها، هما نص كيلو بس زي ما انا ما قلت لكم، وهقسمهم على 2، يعني هخليهم جزئين. تمام، عشان طبقه من فوق وطبقه من تحت. ويلا بينا بقى نجهز الكريمه. هنجيب كده حله وهنعمل كوبايه اللبن دي، يعني هنعمل الكوبايه دي هنملاها لبن. تمام، هيبقى كفايه جدا، وهي بزياده بس مش مشكله. تمام، زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم مش هحط لها سكر خالص، لان كده كده اوريدي الكنافه بتبقى مسكره، فمش مش هحط عليها سكر. هجيب النشا. بصوا هي معلقه نشا كده بس، معلقه نشا كده بس. تمام، اللي هحطها. تمام، وهقلبها بقى كده على البارد. زي ما قلت لكم انا مش هحط فيها سكر ولا اي حاجه، لان كده كده الكنافه اللي فيها سيرب يعني هتبقى مسكره، فده مع ده هيبقى السكر بتاعها زاعي قوي وممكن تجزع يعني.
بس يلا بينا نحطها على النار. نحطها كده على النار. طبعا هفضل اقلب بقى فيها علشان النشا ما يكلكعش. تمام. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان انا يعني القناه دي مش تعليميه. تمام. يعني انا مش بعلم حد، انا عارفه ان انتوا شاطرين وحلوين وكل حاجه، بس انا بشارككم يومي. يعني انا محتواي ان انا بشارك يومي، لعل وعسى تستفادوا مني بحاجه. وطبعا زي ما انتوا مثلا بتشوفوني، انا كمان بشوف برضو فيديوهات. تمام. وبستفاد جدا جدا منها برضو، يعني فاهميني. بس قولوا لي بقى، بتحبوا الكنافه اللي هي الشعر دي؟ الكنافه الشعر دي ليها طريقه في عمايلها يعني. تمام. بس انا بصراحه مش بحبها قوي، بحب اكتر اللي هي الكنافه اللي هي الايه، العاديه. فقولوا لي بقى لو بتحبوها، قولوا لي بقى كده في الكومنتات بتعملوها ازاي. في مره ان شاء الله، عشان عمته بتحبها جدا جدا جدا، فهجيبها واعملها باذن الله، ان شاء الله باذن الله. بصوا يا جماعه، هي كده خلاص زي ما انتم مش شايفين. بصوا السمك بتاعها هو ده كويس كده جدا. وطبعا انا هسيبها تهدى شويه، فهتتقل تاني، يعني هتتقل شويه كمان. هي كده حلوه جدا بصراحه. يلا بينا بقى نحضر. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دي زبده على سمنه. ماشي، خلطتهم الاتنين مع بعض لانه الكنافه بتاخد سمنه كتير، فبصراحه حطيت الاتنين على بعض، فهسيحهم وهشتغل بيهم يبقوا الاتنين يعملوا ميكس كده مع بعض. وايه، وهعمل بيهم الكنافه، لان الكنافه زي ما قلت لكم بتحب السمنه جدا جدا جدا. فلما بحط اللي هي الصفرة على البيضه اللي هي الزبده، تمام، اللي هي البلدي، بتاخد طعم البلدي بس. فهسيحها وارجع لكم. سيحتها زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. نجيب بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها الكنافه. بصوا يا جماعه، الكنافه دي عشقي عشقي، اقسم بالله بعشقها وبموت فيها جدا جدا جدا، وبالذات بقى لو بالمانجا. بصوا بقى، انا بحط سمنه كتير، لان انا اصلا مش يعني، في ناس بشوفها ان هم ايه بيمسكوا الكنافه ويقلبوها بقى كده في السمنه وخلاص خلصت. لا، بحس كده لا، الدنيا مش تمام. لكن انا بصوا بزود هنا كده السمنه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. بصوا اهي، وببدا بقى ان انا ايه اعملها كده. بصوا كده، افردها كده في الصينيه. وعايزه اقول لكم ان انا يعني في الاخر يعني ايه، لما احط النص الكميه هفضل بقى ايه اطبطب عليها كده جامد، واكبس فيها اكبس جامد جدا. و علشان السمنه هتلاقوها بصوا رفعت بقى كده، شايفينها، هتبقوا شايفينها قدامكم. هتصلوا كده يا جماعه على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحطوا كده اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك. بس ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم في اللي انا وريته لكم كده في بدايه الفيديو؟ ايه رايكم؟ حلو يعني اللي انا عملته ده حاجه كويسه. انا زي ما قلت لكم كده، انا يا جماعه مش بغير من اي حاجه غير هو ده بس الحاجه الوحيده اللي في الدنيا ممكن تخليني غير اي حاجه بقى تانية، ولا اي حاجه، ولا بالنسبه لي تفرق في اي شيء خالص. بصوا السمنه بدات انها ايه تظهر ازاي.
افضل بقى ان انا اكبس فيها كده 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 جامد، فاهمين؟ بصوا كده تمام كده، كبستها كويس جدا جدا جدا. وهبدأ بقى ان انا اجيب الايه، الكريمة بتاعتي. اقلبها كويس تاني. هي سخنة برضو شوية، كانت عايزة انها ايه تبرد سيكة، بس ايه ما علينا مش مشكلة. بصوا هننزل بيها كده في النص، في النص بس، شايفين؟ مش هينفع نيجي على الاحرف، تمام؟ علشان ما تتحرقش. وكمان لما اجي اقلبها، في ناس يا جماعه بتعملها بتعملها من فوق، فاهميني؟ زي الرقاق. انا بحب اعمل الرقاق من فوق، بس ما بحبوش اعمله بصراحه في الفرن، لانه بينشف جدا. وانا من الناس اللي ايه بصراحه يعني مش بسقيه شوربه، لما بسقيه شوربه بحس ان هو معجن، عادي بقى. بصوا مش هنخلي ولا حاجه في الحله. تمام تمام. بصوا بقى بالراحه بقى كده. عارفين بقى هنا الاول كنا بنكبس كده، عارفين اللي بيكبسوا دول الاول كنا بنكبس. هنا بقى مش هنكبس، احنا هنا هنطبطب، هنضغط من الجناب ونطبطب من فوق زي ما انتم ما شايفين كده. حبايب قلبي يا حبايب قلبي، شايفين؟ بنعاملها معاملة المسايسة كده، بنسيسها. كل حاجة بنعملها بالراحة بالراحة، عشان مش عايزين الكريمة تخرج بره، فاهميني؟ عايزة اظبطها كده يعني تبقى متظبطة متظبطة، فاهميني؟ بصوا كده طبطبة طبطبة طبطبة. مش عارفة ليه حاساها ان الصينية برضو كبيرة، او بقى يعني ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، النص كيلو. عايزه اقول لكم في بركه كده، تحسوا فيه ان في بركه. شوف الاماكن اللي هي ايه يعني غرزه لتحت شويه وايه ونحط فيها، شايفين؟ في ناس بقى بتقصقصها، بس انا متعوده على ان انا اعملها كده بصراحه. بس كده بصوا هنعمل بقى كده من جوه من الاحرف. بصوا هنضغط من الاحرف، تمام؟ هنضغط كده 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 وهنطبطب. شايفين؟ بطبطب من ايه، من النص اهو كده. ان شاء الله احلى صينيه كنافه باذن الله. على فكره يا جماعه لو تفتكروا امبارح انا كنت عامله قطايف، تمام؟ ف اتبقى معايا سيرم، تمام؟ فهو ده اللي انا هستخدمه، لانه كنت عامله كتير، فاهميني؟ بصوا اهو كده، بصوا اهو كده. عارفين بقى ايه؟ لقيت الطبطبه اهي، الكنافه لقيت الطبطبه واحنا مش لاقيينها، احنا لسه ما لقيناش الطبطبه والكنافه لقيتها. حظوظ اهو. بصوا بقى انا هحط السمنه دي كده المتبقيه، تمام؟ ولما اجي اقلبها هحط تاني، فاهميني؟ احط تاني لما اجي ايه ان انا اقلبها. طبعا انا مسخنه الفرن دلوقتي، تمام؟ يعني انا من بدايه ما بدات كده سخنت الفرن، وقلت لحد ما اخلص على طول واحطها بقى في الفرن. يلا بينا نحطها في الفرن.
الفرن و سيبها بقى ايه تستوي براحتها، وهنقلبها لما تخلص ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هي كده لسه ما اتقلبتش. تمام، هقلبها. يلا بينا نقلبها كده سوا. ربنا يسترها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بسم الله. اشيل الصينيه بقى كده. تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين قولوا لي بس ما هذا الجمال، ما هذا الجمال والحلاوه. تمام، زي ما اتفقنا كده. تمام، هنحط ايه سمنه في الصينيه. بصوا انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، انا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. عادي. بصوا انا هحط سمنه عادي في الصينيه بقى. هي طبعا الصينيه سخنه جدا، ف هتسيح فيها السمنه. تمام، حطينا كده حته سمنه من اللي هي العاديه. حط عليها بقى حته كده بلدي بقى، يعني ايه لزوم الشغل. تمام. حطوا اللايك يا جماعه لو سمحتم، حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. كده. تمام، ثواني يا ماما جايه. بصوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهننزل بالكنافه كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهي اهي يا جماعه. بصوا بسم الله ما شاء الله. حطها في الفرن تاني بقى، يعني تتلون كمان من تحت زي فوق كده، و هرجع لكم اول ما ايوه بقى تسلم ايدك يا بنتي يا هبه، والله العظيم ده انت بصي تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. بصوا بقى دوت السيرب اللي كان متبقي من القطايف. تمام، زي ما قلت لكم هو ساقع طبعا، فسامحين الطشه. هسقيه كده كله للكنافه زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا مش هنخلي يعني ولا حته كده، حبه صغيرين حتى في البطرمان ولا برطمان، ما علينا. بصوا بصوا بقى هغطي كده عليها بقى كده شويه، واوريكم بقى لما ايه لما اقطعها بقى. غطي كده عليها شويه تطرى كده مع نفسها، وهرجع لكم لما نقطع كده الكنافه. بصوا عايزه اقول لكم ان الشياله معاقه، يعني الايد بتاعتها طبعا معلش عادي. بصوا هي دلوقتي ايه شربت العسل بتاعها، وهقطعها معاكم. مش عارفه اقطعها مثلثات ايه رايكم ولا مربعات؟ بصوا انا هقطعها مربعات لان ماما بتحبها كده. تمام، بسم الله ما شاء الله. يا رب بس ربنا يسترها كده، وماما تاكلها بقى وتحبها بالكريمه كده، بالحشو اللي فيها يعني. عارفين بقى الاعلان بتاع باظت خالص؟ بص هي باظت من هنا، باظت. لا هي باظت خالص. ايوه هو ده، هو. بصوا الكنافه فكرتني بالاعلان ده والله العظيم دلوقتي. يلا بينا يلا. بصوا بقى انا بعشق اكل القطعه اللي هي في النص دي، والله العظيم بتبقى بصوا زي ما شايفين كده اهي باظه خالص. بالراحه كده عليها.
كويس عشان تطلع ايه بكل سهولة معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا ايه ده، لا استنى اهي. هو ايه اللي حصل؟ ايه حصل؟ في حاجة حصلت، استنى. طيب بصوا بقى، على فكرة ما كانش حصل اي حاجة، والله العظيم ما كان حصل اي حاجة، بس انا اللي كنت ايه قلقانة كده. تمام اهي اهي ما شاء الله. بصوا مكانها حتى، بصوا نضيف ازاي، مكانها نضيف مفيش اي حاجة. خلي بس دي كده تمام. نشيل الصينية خالص اهي. ايه رأيكم بقى؟ اساوي بس الايه القطعة الكنافة، ايه رأيكم؟ اقسم بالله تحفة 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 تحفة. شكلها بصوا جميل ازاي. ماشي اهي. اكيد طعمها حلو يعني، مش هقول لكم طعمها وحش. بصوا انا خدت حتة كده حطيتها ايه في بقي على طول. قولوا لي ايه رأيكم، ما هذا الجمال. بس بقى يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة جدا جدا. بتمنى بجد ان انتوا زي ما في بداية الفيديو كلمتكم عن حاجة خير ممكن نعمله، اتمنى كده كلنا نعمله، وكررتها لكم طبعا تالت. تمام. بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة، واقول لكم سلام عليكم.